وفي صباح اليوم التاني كانت قاعدة على السرير بملل، مش عارفة هتلبس ايه. ندى بدي فيها ايه يعني لما تلبسي الفستان اللي جايبه خالد ده؟ دعاء برفض جامد. مستحيل البس بتاع الكائن ده، هو مين اصلا علشان يجيب لي؟ مريم بعدم اهتمام. بقولك ايه، خليكي ما تروحيش في حتة وافضلي علشان تمسحوا الشقة كده. دعاء بدي والنبي يا ست انتي اخرجي شوفي حالك. إلهي يا دعاء يا بنت بطني، يجيلك عيال يجننوكي يخلوك تلفي حوالين نفسك كده، قالتها مريم وهي بترفع ايديها للسما. دعاء بسخرية. مش لما اتجوز الأول؟ سما بتفكير. ايه رأيك تاخدي فستان من عندي؟ جبته بس ما لبستهوش، لونه أحمر هيبقى عليكي يجنن. دعاء بملل. خلاص ماشي أي حاجة. مريومي فاضية؟ قالها هيثم وهو بيدخل أوضة دعاء. مريم وهي بتقطع البطاطس. تعالى يا حبيبي، مش بنشوف الحنية دي يعني؟ قالتها ندى بسخرية. مالكيش دعوة يا بالونة انتي، أنا وأمي براحتنا، قالها هيثم باستفزاز وكمل بتوتر. مريم أنا ناوي أتجوز. مريم من غير انتباه. ماشي مبروك. نعم يا أخويا، تتجوز مين؟ دعاء بضحكة. في ايه يا مريم؟ وكملت لهيثم بغمزة. مين بنت المحظوظة؟ محظوظة مين؟ ده انا هموتها في ايدي، ده انا كنت متفقة انا وام فتحي هنجوزك بنتها هدى، قالتها مريم بعصبية. سما باستغراب. هدى دي عندها 40 سنة. هيثم بصدمة. عايزة تجوزيني واحدة قدها مرتين؟ سيبك منها، قول لنا مين العروسة. هي بنت كلكم تعرفوها وهي جودي، قالها بابتسامة. الكل اتصدم لحد ما كلمت دعاء بفرحة وهي بتحضنه. مبروك يا حبيبي، جودي بنت كويسة قوي، ربنا يسعدكم يا رب. وبعدين الكل عمل زيها وبارك له. مدام جودي خلاص موافقة، قالتها مريم بفرحة. هيثم براحة. إذا كان كده بكرة هنروح نطلبها. ندى بسعادة. هي وأخيرا فرح يا ناس، هروح أجهز اللبس. مريم بضيق. لبس ايه يا اختي؟ ده انا وهيثم ودعاء وسما بس اللي هنروح، واميره علشان صاحبتها، غير كده لا. ما انا بنت البطه السودا، قالتها ندى بضيق وخرجت، وخرج الكل وراها علشان يخلصوا اللي وراهم. دعاء بنوم. وانا هنام لحد الحفله، قالت كلامها وهي بتروح في النوم. صحيت من النوم وهي بتغمض عيونها من أشعة الشمس، وحست بمعدتها وهي بتطلع أصوات غريبة. هي قلبي مالك شكلك جعانة صح؟ معاكي حق، اتعشينا خفيف امبارح، يا دوب فخدة و2 كيلو كفتة ولحمة وفرختين ورز ومكرونة، أكل خفيف خالص، معاكي حق جواي، قالت كلامها وهي بتملس على بطنها بحزن. فعلا خفيف خالص، امال انا اعمل ايه اللي ماكلتش خالص؟ قال كلامه بسخريه وهو يدخل عندها. بصت له بعصبيه ولا مبالاه وهي خارجه لبره. محدش قالك تنام خفيف؟ فارس باستفزاز. هاكل ازاي وفي واحده معدتها مخرومه خلصت اكل الواحه كله؟ اسيل ببرود. بجد؟ طب اروح اشوف لي حاجه افطر بيها قبل ما تيجي تاخد اكلنا، قالت كلامها وهي رايحه للمطبخ. بصلها بغضب وقال بسخريه. ده لو لقيت يا بنت الشناوي. دخلت للمطبخ، استغربت ان مفيش فيه اي حاجه ولا حتى في التلاجة، فبصت لفارس واتصدمت لما شافته قاعد قدام الطبليه وعليها انواع كتير من الاكل. اسيل بانبهار. فطار ملوكي؟ كانت لسه هتقعد قاطعها بصوته. هتقعدي ليه؟ بصت له باستغراب وقالت. هاكل، جعانه، اكيد مش هتاكل كل ده لوحدك. لا، الاكل ده انا اللي عملته يعني بتاعي، وهاكل ده كله، روح انت اعملي لك، قال كلامه باستهزاء وكمل بسخريه وهو بيقلدها. الاكل ده اغلى حاجه في حياتي. بصت له بضيق. على فكره انا مش بتكلم كده وكمان هتزور. فارس باستفزاز. عادي. اوف، طب اعمل ازاي؟ وجبت الحليب ده ازاي؟ قالت بدي وهي بتربع ايديها قدام صدرها. حلبته من البقره اللي تحت، انزلي احلبي انت كمان، قال كلامه من غير ما يبص لها. ايه؟ عايزني انا احلب البقره؟ لا 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 مستحيل، اوف، قالت كلامها بقرف وضيق. فارس بخبث. خلاص مفيش غير حل واحد، انك تعتذري وتسمعي كلامي وتبطلي البخل اللي عندك ده، لا الا والله ما هخليكي تاكلي تاني ولا تلاقي اكل. بصت له بتفكير وضيق. خلاص ماشي انا اسفه. طيب تعالي كلي يلا، قال كلامه وهو بيقوم. بصت له باستغراب وقالت. وانت مش هتاكل؟ لا انا اكلت من بدري وده اكلك اصلا، قال كلامه بابتسامه وغمزه. بصت له بابتسامه وقعدت تاكل وهو فضل يبص لها بابتسامه. بعد ساعات كتير في الحفلة كانت واقفة وهي بتبص للمكان بانبهار. آدم بضحكة. اللي يشوفك كده يقول إن عمرك ما شفتي حفلة. لا بس دول ناس من لبنان وأجانب وبعدين بصت للبنات وبعدين بصت لآدم وضربته بكحة في بطنه وقالت ما تبصش على أي بنت، فاهم؟
بصلها بوجع. ايه يا بت انتي، ما انا بتنيل ببص عليكي ما حركتش عيني حتى. جنى بحب. اسفه يا حياتي بس بغير، والبنات هنا موز اللوز يا برنس. وكملت بعجاب. ولا الشباب صواريخ. بصلها بغضب وغيره. طب راعي اني واقف جنبك غوري. قال كلامه وهو بيرميها لسيف. سيف بضحكه. اتهدي بقى، ده لو سابك مش هنلاقي حد يستحملك. بصت له بغضب وقالت قصدك اياد، وبعدين انتوا ايه اللي جابكم؟ قالت كلامها وهي بتشاور على سيف وجاسر وعمر. عمر بغمزه. اصلي داخل على 31 سنه وعايزه اتجوز، قلت اشقط واحده من هنا. سيف بملل. وانا زهقت من البيت قلت اغير جو. جاسر بابتسامه. عيب حفله فيها بنات وما جيش. بصت لهم بقرف وما ردتش. وبعد دقايق قال جاسر خالد جه اهو ومعاه صاروخ ارض جو. جنى بقرف. سالي العقربه نورت. سالي وهي بتحاول تمسك دراع خالد لكن هو بيرفض طول الطريق لحد ما وصلوا للترابيزه اللي عليها الباقي. سالي بابتسامه. هاي شباب. جاسر بغمزه. هاي يا قمر. عمر وهو بيميل على جاسر وقال بهمس. قمري بس ده 5 كيلو مكياج في وشها. ادم بضحكه. وكمل بهمس ليهم. جاسر ماشي بمبدأ عاكس الوحشه تكسب ثواب فيها. وعالية اصوات ضحكتهم في الحفله. سالي باستغراب. ليش عم تضحكوا؟ جنى بسخرية. لو عايزين يقولولك كأنهم ما تكلموش بصوت واطي عادي. خالد بصداع من خناقهم. فين وليد؟ ادم بخبز. بيجيب دودو وجاي. بصله خالد بعصبية ومردش. وبعد نص ساعة من الخناق بين الكل جاسر وهو بيبص للبوابة وقال ام 44 جت. بص عمر للبوابة باستغراب وابتسم. دعاء. بص خالد بلهفة للبوابة لما سمع اسم دعاء. بص لها بابتسامة وبعدين لغضب وعيون اسودت وهو شايفها لابسة فستان قصير جدا وماسكة دراع وليد وبتضحك معاه بصوت عالي. ما تحملش لحد ما راح لهم بعيون الجحيم عند دعاء ووليد وهما بيدخلوا للحفلة. وليد وهو بيبص الفستان دعاء بخوف. لازم تيجي بالفستان ده. دعاء باستغراب. ماله حلو اهو. هو يجنن بس هتموتي النهارده وشبابك هيضيع وانا وشي هيبوظ من الضرب. بصت له باستغراب ومردتش. كان في بالها انه مجنون. دعاء عايزك تتكلمي مع منار تشوفيها ليه سابت ياسين. انا اتكلمت معاها رافضه تقول اكيد هتقولك. دعاء بابتسامه. حاضر هتكلم معاها. وليد بغمزه. بحبك وانت مطيع كده. دعاء بضحكه عاليه. بكاش. وليد وهو بيبص لخالد اللي جاي عليهم وقلب حسره. يا عيني يا بنتي هتكون اخر ضحكه في حياتك. قال كلامه وهو بيشيل ايد دعاء من دراعه. بصت له باستغراب وبعدين بصت قدامها لقت خالد جاي عليهم بوش احمر من الغضب. بتلقائيه مسكت في دراع وليد جامد وقالت بخوف. هو ماله قلب وحش بري كده ليه؟ وليد وهو بيبص لها بخوف. بتمسكي ايدي ليه كده؟ انا هتضرب يا اختي ايه. وفي ثواني كان خالد وصل عندهم وسحب ايد دعاء من دراع وليد ومسكها جامد لدرجة انها كانت هتتكسر. خالد بجمود. امشي يا وليد روح عندهم. قال كلامه وهو بيبص لدعاء بغضب اللي كانت بتتوجع بسبب ايديها. وليد بخوف على دعاء. خالد اسمع هي. قاطع كلامه لما خالد اتكلم وقال روح يا وليد بدل ما شرح وشك الجميل ده. ما كملش كلامه وكان وليد طار من قدامه. دعاء باستهزاء. طول عمرك واطي يا وليد. وكملت وهي بتبص لخالد برهبة. سيب ايدي بتوجعني. بص لها واتحرك وهو ماسك ايديها لمكان بعيد عن الناس وساب ايديها. خالد بجمود. ايه اللبس ده؟ دعاء باستغراب. ماله؟ ما هو فستان واحمر حلو صح؟ قالت كلامها وهي بتلف حوالين نفسها بابتسامة. خالد بعصبية. فين الفستان؟ انا شايف قميص نوم. بصت له بكسوف وقالت ببرود. حتى لو قميص نوم عاجبني انت مالك؟ اتجاهلها وهو بيسألها. ما لبستيش ليه اللي جبته ليكي؟ وانت مين اصلا علشان تجيب لي ها؟ قالت كلامها وهي حاطه ايديها في وسطها. خالد هو بيشد شعره من كتر العصبيه وبعدين مسك ايديها وبيشدها يمشي بيها وقال تعالي نشتري غير المسخره دي. دعاء بصدمه اتحولت لعصبيه وهي بتشد ايديها. تشتري ايه وانت مالك اصلا؟ البس ولا اقلع؟ انت مديري يعني تتكلم معايا بخصوص الشغل؟ مالكش دعوه بحياتي. البس اقلع اخرج انام اموت احب اكره مالكش فيه. ويا ريت اعرف حدودك فين يا خالد يا حمزاوي. قالت اخر جمله بسخريه وبعدين مشيت من قدامه وهي بتحمد ربنا انها بخير وسابته يموت من الغضب والغيره. وبعدين راح وراها. وعلى الترابيزة وصلت عندهم وكان وراها خالد. جنى وهي بتحضنها. دودي وحشتيني جوي جوي. ضاء بابتسامة. وانت كمان يابا جوي جوي. سالب دي.
اجت المفترية دعاء بابتسامة. ايه ده، سالي جربانة هنا، تحب احميكي تاني؟ بصت لها سالي بخوف ومردتش. وليد بالراحة، الحمد لله انك سليمة، انا قلت هتيجي ناقصة رجل. دعاء بسخرية، الله يسلمك يا واطي. وليد بضحكة، حبيبي تسلم. سيف باستغراب، مالك؟ مفيش حاجة، قال كلامه وهو بيبص لخالد بدي اللي ضربه من تحت الترابيزة. عمر بابتسامة لدعاء، ازيك يا برنس، عامل ايه؟ فل الفل يابا. جاسر بسخرية، لوكا القوي، خليك في حالك يا دلع مامي وبابي، قالتها دعاء بقرف. سالب حقد، فستانك مو حلو كتير. دعاء ببرود، شايفة الزبالة دي؟ حطي رأيك فيها. السلام عليكم يا وطين، قالها شخص من ورا خالد. يا ترى مين الشخص ده؟ حبايب قلبي اكتبوا لي بقى توقعاتكم للحلقة الجاية، ولو حلقة النهاردة عجبتكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة، ويوصلوا الفيديو ده 10,000 لايك، وما تنسوش الشير مع كل اصحابكم، واستنوا الحلقة الجاية قوية جدا جدا. يلا مع السلامة من قناة حكايات ام جانا وزينة، بحبكم قوي، سلام.